المرونة الزمنية احنا اي شخص في العالم له 24 ساعة. الفرق ما بين السيادة الزمنية اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي والمرونة الزمنية؟ سؤال مهم قوي. ازاي المرونة الزمنية بتساعد الفرد في تحسين اداء؟ ما شاء الله الاسئلة النهارده كلها حرية. هو الافضل بالنسبة لي من وجهة نظري تصلي الفجر وتبدا تشتغل هيبقى التركيز عالي جدا. طبعا. هل المرونة الزمنية ليها دور في خفض مستوى القلق ده؟ لكن لو انا بخلص المهام بتاعتي اول باول هيخفض القلق بتاعي، ما اجلش. ممكن نعمل جدول مثلا تنظيم الاولويات الاهم فالمهم وبيتحول لمرض اللي بيزيد عن حده يعني. بالظبط كده. فانا خايف من حاجه مش هتحصل، 85% مش هتحصل و15% بس اللي ممكن تحصل. فتخيلي فرق النسبه القلق ممكن توصل لايه؟ ده الاسهل ان انا ما اخافش. بالظبط كده. حضرتك وان شاء الله اكيد مش اخر حلقه معانا. تسلمي يا دكتوره، وانا اتشرفت بحضرتك والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بيكم في الحلقه الاولى من الموسم الرابع من بودكاست بين العلم والقران. النهارده مشرفنا ومنورنا في الاستوديو ضيف جديد، دكتور محمد السيد، دكتوراه في علم النفس التربوي، كليه التربيه جامعه الاسكندريه، وعضو اتحاد المعالجين النفسيين العرب، واخصائي موهبه وابداع. اهلا بيك يا دكتور، منورنا النهارده وعايزين نعرف الموضوع الجديد اللي حضرتك جاي لنا بيه. اهلا وسهلا بيك يا دكتوره ايه، وشرفت بيكي، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه كده مفيده للكل باذن الله وكل يستفاد بيها. او انا بفضل الله كده ربنا الهمني ان فكرت في مصطلح جديد او فكره جديده وسميناها المرونه الزمنيه. جميل. فيا رب كده ان شاء الله تكون فيها فايده ونوصل لمعلومه جديده ما تكونش روتينيه للناس، يعني تكون حاجه كده فكره جديده. العنوان فعلا جديد ويشد. فاحنا عايزين نعرف ايه هي المرونه الزمنيه. تمام. المرونه الزمنيه احنا اي شخص في العالم له 24 ساعه، مالوش 48 ولا له 20، كل واحد 24 ساعه. بينقسموا لثلاث مراحل: جزء في الماضي، جزء في الحاضر، وجزء في المستقبل. الجزء اللي في الماضي ده للاسف في ناس كتير قوي بتجلد ذاتها او بتاثر بالاثار السلبيه اللي فيها، الخساره، الحزن، حاله وفاه، فقد شيء غالي عليه، فبالتالي بيتاثر فيه فتره كبيره. وفي جزء تاني بيعدي المرحله دي او بياخد دروس او خبره مستفاده من الموقف اللي مر بيه او المشكله اللي مر بيها. في الحاضر بيبقى تركيز على الفعل وعايز يعمل ايه في الفتره اللي جايه. المستقبل بيبدا يخطط ويحدد اهداف للفتره اللي جايه. لكن لو هو منغمس في الماضي وقاعد عمال يفكر في الخسائر وبيجلد ذاته، عمره ما هيفكر في حاجه في الحاضر ولا هيفكر في هدف يحققه في المستقبل. فبالتالي لازم يكون هو عنده سياده زمنيه، يبدا ان هو يبقى ملك الحاجه بتاعته. طيب عايزين نعرف يا دكتور ايه الفرق ما بين السياده الزمنيه اللي حضرتك اتكلمت عنها دلوقتي والمرونه الزمنيه؟ سؤال مهم قوي. احنا قلنا المرونه الزمنيه هي اداه بيستغلها الفرد انه يقدر يتحكم في الوقت خلال اليوم. لكن السياده الزمنيه هو امتلاك الفرد لاتخاذ القرار، امتى هو يقدر يتخذ القرار وفي الوقت المناسب له. لكن المرونه الزمنيه هي الاداه اللي بتجعله يتخذ القرار في الوقت المناسب. ازاي المرونه الزمنيه بتساعد الفرد في تحسين اداء؟ ما شاء الله الاسئله النهارده كلها حريه. تمام يا دكتور. هو في اختلاف بين البشر، كل شخص بيبقى له نظام او له درجه التركيز بتاعته تبقى عاليه. في شخص بيبقى التركيز بتاعه قوي جدا فتره صباحيه، وفي شخص تاني بتلاقي التركيز بتاعه قوي يبقى في الفتره المسائيه. في ناس فعلا بتركز اكتر بالليل. الله يفتح على حضرتك. بالظبط كده. بتلاقي هو تركيزه كله بالليل. في واحد تاني يصحى الصبح مثلا يصلي الفجر ويبدا يذاكر، ده احسن وقت للمذاكره بتاعه. ففي اختلاف بين البشر في وقت التركيز بتاعه. ايه الاحسن؟ المرونه الزمنيه بتخلي كل واحد يختار. يعني مثلا لو انا مثلا بصلي الفجر وبقعد التركيز بتاعي بيبقى عالي في الفتره دي، يبقى اختار المهام اللي عايزه تركيز او المهام المعقده اللي ابدا بيها. كويس. والاوقات اللي هيبقى فيها خمول او وقت بتاعي التركيز بتاعي قل، اختار المواد او الامور الروتينيه اللي هي مش عايزه تركيز جامد. فدول تختلف من شخص لشخص. هو الافضل بالنسبه لي من وجهه نظري تصلي الفجر وتبدا تشتغل، هيبقى التركيز عالي جدا. طبعا. ده افضل شيء، ده بالنسبه لي انا. بس طبعا بيختلف من شخص لشخص. في ناس فعلا مش بتركز الا وقت الليل، ولكن الافضل بالظبط الافضل طبعا بعد صلاه الفجر بيبقى وقت تركيز وهدوء، وبيبقى ساعه لسه الانسان في قمه نشاطه وقمه تركيزه. طيب يا دكتور، المرونه الزمنيه بيكون ليها دور في تعزيز التعلم الذاتي عند الافراد. تمام. احنا مشكلتنا تمام. هو بالنسبه للمرونه الذاتيه مشكلتنا ان هو تنظيم الوقت. ففي الناس الاذكياء بتستغل وقتها او تستغل الوقت اللي ضايع افضل استغلال. زي
لو انا مثلا مسافر مثلا مكان لمكان، ففي فتره انتقالات او سفر، ممكن استغلها في الوقت ده ان استفاد بحاجه، اقرا موضوع، اقرا كتاب، اطلع مثلا عن فكره جديده او اطلع عن معلومه جديده. ممكن بريك انا مثلا في شغلي ولا في حاجه، في بريك ربع ساعه ونص ساعه، ممكن برضك افتح موبايل، بدل ما افتح مثلا على حاجات مش هتفيدني في حاجه او تشتتني او العاب، لا ده ممكن اطور نفسي في حاجه جديده او اثبت معلومه او اشوف ايه الجديد في المهارات اللي انا بتعلمها وهكذا. فانا استفاد بالفترات الانتقالات والفترات البينيه اللي هي بدون شغل وشغل او راحه وكده. زي ما حضرتك عارف ضيق الوقت بيسبب قلق لبعض الافراد. تمام. هل المرونه الزمنيه ليها دور في خفض مستوى القلق ده؟ تمام، سؤال جميل. هو القلق بسببه ايه؟ ان انا بعمل تسويف للمهام بتاعتي. يعني انا دلوقتي بحاول ان انا اجل المهام بتاعتي او احاول ان انا اتهرب منها، فبالتالي بيعمل لي قلق. طول ما انا بسوف المواضيع او المهام بتاعتي اللي انا مطلوبه مني، بيعمل لي قلق وضغط وتوتر عليا. لكن لو انا بخلص المهام بتاعتي اول باول، هيخفض القلق بتاعي. لكن مشكلتنا الخوف من المواجهه او الخوف من التغيير، فابدا ان انا سوف اؤجل المهام، فبالتالي افضل تحت ضغط او تحت توتر وقلق. وبيراكم عليه المهام بعد كده، الله يفتح على ما حضرتك. بيقدرش ان هو يخلصها ويبدا ينسحب بقى. بالظبط كتير عليا مش هقدر اخلص. انا عندي مثلا 10 مهام مطلوبه مني، فانا عملت مهمتين او 3 وبقى عليا 7، عمال اسوف، فبالتالي ما بيخلصوش. طب ايه الحل في موضوع التسويف ده يا دكتور سريعا كده؟ اخلص اول باول، ما اجلش. ممكن نعمل جدول مثلا؟ تنظيم الاولويات الاهم فالمهم، واحاول ان انا اخلص اول باول، ما اجلش، وبلاش الخوف. لان أنا كل لما انا بخاف من حاجه، هي الحاجه زمان مش هتخلص. لا انا اخلصها عشان ما الاقش. عايزين نروح حاجه تانية يمكن كنا اتكلمنا فيها، القلق. في ناس قلق طبيعي ان انا داخل امتحان فانا قلقان شويه، او القلق البسيط الطبيعي، وفي القلق اللي هو بيبقى قلق غير طبيعي وبيتحول لمرض، اللي بيزيد عن حده يعني. بالظبط كده، فبيأثر على قرارات في المستقبل. انا عايز اقول في دراسه امريكيه، دراسه مثبته يعني، قال لك ان اغلبيه البشر اللي بيبقى قلقانين من حاجات ممكن تحصل في المستقبل، نسبه 85% من اللي بيقلقوا منه ما بيحصلش. فتخيلي 85%. ده مش قليله. طبعا. فده يعتبر ايه يعني؟ جزء وهم. انا خايف من حاجه مش هتحصل، 85% مش هتحصل، و15% بس اللي ممكن تحصل. فتخيلي فرق النسبه، القلق ممكن توصل لايه؟ لا الاسهل ان انا ما اخافش. بالظبط كده، بالظبط. العلاقات الاجتماعيه لدى الافراد، هل المرونه الزمنيه بتاثر على العلاقات الاجتماعيه؟ ليها تاثير؟ اكيد اكيد. انا الشخص لو انا منظم وقتي، فبالتالي يبقى في مناسبات اجتماعيه ومناسبات اسريه او مناسبات على مستوى العائله او الجيران حتى. فبالتالي لما انا ابقى مرتب اموري، هحدد وقت الناس اللي انا بحبهم او ان انا عايز اشارك معاهم في مناسبات او اشاركهم في اوقاتهم السعيده، احدد لهم وقت وافرغ لهم وقتي ان انا اقضي معاهم الوقت ده. لكن لو انا الوقت بتاعي مش منظم وفي هرجله في الوقت او في تشتت في الوقت، ابص الاقي الوقت عندي على طول مشغول. المهام هتبدا ان هي تظهر في اوقات. فدي من ضمن اهم مزايا المرونه الزمنيه. بالظبط. ان انا اقدر ابقى عندي وقت ان انا اقدر اخصصه للعيله او للاسره. وبرضك معلش لازم نقول الاهم بقى الاب والام. اكيد. دي لازم نحطها كده في كل محاضراتنا. الاولويه الاولى يبقى الابويا والام. بنلاقي ناس كتير يقول لك ايه، انا مش فاضي. مش فاضي لمين؟ لا، الاب والام دول اول ناس، قبل شغلك، قبل زوجتك، قبل اولادك، قبل تعليمك، قبل كل حاجه. لو انت ربنا كرمك ان انت رضيتهم واديت لهم الاولويه الاولى للاب والام، هتلاقي الدنيا كلها متسهله لك، هتلاقي الدنيا كلها متيسره لك. لكن لو انت خليتهم اخر اهتماماتك، هيبقى مفيش نجاح ولا توفيق في حياتك كلها. لازم يا دكتور برضو الواحد يعمل بالانس او توازن ما بين الزوجه والاولاد وما بين الاب والام، لان في ناس بتيجي مع الاب والام قوي ويدوس على زوجته ويقول لها لا انا اهلي اولويه مثلا، فتبدا تحس ان هي بالظلم، تبدا تحس ان هي مظلومه او مش واخده حقها. وفي ناس العكس، يجي مع زوجته قوي ضد ابوه وامه. فلازم يكون في توازن. هو الافضل هي برضك تعتبر مهاره ان انا افصل. بالظبط. التقدير بتاع الام ده لوحده وتقدير الزوجه ده لوحده، والافضل ان انت تفصل بين تقدير الام وتقدير الزوجه. ويا ريت، انا مش عايز اطلع بره الموضوع، بس يعني ايه اللي يخص الوالده يبقى لوحده واللي يخص الزوجه لوحده، بلاش تخلط الامور بس. طيب اتكلمنا في المرونه الزمنيه على جوده العلاقات، هل المرونه الزمنيه ليها دور في تحسين الصحه البدنيه؟
اكيد. لو انا برضك منظم وقتي تنظيم كويس، ابدا ان انا اخصص وقت للرياضه، اخصص وقت ان انا ممكن اجهز اكلات صحيه ليا. لكن طول ما انا بقول برضك ما عنديش وقت، لا ما عنديش وقت للرياضه، لا ما عنديش وقت ان انا اجهز اكل، فبالتالي ابدا اكل اكلات سريعه. دي ممكن بقى اختنا الدكتوره انجي تتكلم في موضوع التغذيه، يبقى افضل مني طبعا. هيبقى انا عايز اكل سريع فبستسهل، لكن انا لا، ممكن اخصص وقت ان انا اجهز لنفسي اكل صحي، اجهز ان شاء الله حتى لو وقت صغير للرياضه يوميا. الوقت مش صعب، حتى لو انا هتمشى، مش هقول مثلا في جيم او اروح نادي، لو انا بس تمشيه كل يوم ده نص ساعه او ساعه الا ربع، ده هيفرق كتير قوي في صحتي، هيفرق جديد في النشاط بتاعي وبتركيز، هيفرق معايا كتير جدا. كويس جدا، يعني السر كله يا دكتور في التنظيم. طبعا التنظيم وليس العشوائيه. انا بنظم وقتي عشان اخصص وقت للراحه، وقت للتعليم، وقت لاسرتي، وقت ان انا اطور مهاراتي، كل ده تنظيم وقت. طيب نحل مشكلة الروتين اليومي ازاي يا دكتور؟ في روتين يومي بيبقى قاتل، نستخدم ازاي المرونة الزمنية عشان نتغلب على الموضوع ده؟ تمام، احسن. من الاسئله الجميله بصراحه. على فكره الروتين ده بيؤدي لخمول العقل وبيؤدي لفقدان الشغف. يعني لو انا نفسي اعمل حاجه هيضيع لي الشغف بتاعي خالص. فالافضل ان انا يبقى عندي مرونه زمنيه، ان انا ارتب وقتي، بخلي وقت عندي للراحه، وقت للتعليم، فبالتالي هيبقى عندي افكار ابداعيه وعندي افكار متجدده باستمرار. ولازم اكون مطلع على كل جديد اول باول، لكن ما اشتغلش على الروتين او العلم القديم، لازم يكون عندي تطور اول باول. جميل، حضرتك نورتنا جدا يا دكتور النهارده، واستفدت كتير من حضرتك، وان شاء الله اكيد مش اخر حلقه معانا. تسلم يا دكتوره، وانا اتشرفت بحضرتك والله، ويا رب الناس تكون استفادوا كده يا رب ان شاء الله. تسلم يا دكتوره. كلامنا لحد كده لسه ما خلصش، ان شاء الله باذن الله تستنونا في اللايف بتاع بكره عشان نعرف اكتر عن المرونه الزمنيه مع دكتور محمد السيد. اللايف بتاعنا بيكون بعد صلاه الجمعه، ما ننساش نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان نستنى حلقات اكتر واكتر من بودكاست بين العلم والقران. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.